بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي متابع قناة فوت بعد الماتش، إذا كنت من مشجعين الزمالك أو إذا كنت من مشجعين أو من محبين نادي بيراميدز، تقدر النهاردة تقعد وتحط رجل على رجل. فرقتك عملت مباراة وملحمة ليست في كاس مصر أو في مصر. مباراة الزمالك ومباراة بيراميدز النهاردة في قبل نهائي كاس مصر عشان نعرف مين اللي هيقابل النادي الأهلي، هي مباراة من الدوري الإنجليزي أو من الدوري الأسباني. هي مباراة لم يكن يعرف فيها أي شخص من الفائز حتى أثناء لعب ضربات الترجيح. محدش عارف مين اللي هيوصل يقابل الأهلي. قدر بيراميدز يبدأ المباراة في أول 5 دقايق يحرز هدف من كرة ميتة، رمية تماس بيلعبها الشيبي طويلة، دفاع الزمالك بيخرجوها بالراس على حدود منطقة الجزاء، بيردها وليد الكارتي علشان تنزل قدام فاستون ميلي اللي بيكتمها بباطن الحذاء من تحت من جنب عواد محرزا الهدف الأول. كتير توقعوا إن الزمالك هيلم ويرمي المنديل والقصة خلصت. الزمالك ما رماش المنديل. الزمالك فضل يلعب ويناضل حتى الدقيقة 91 علشان يقدر يتعادل ويجيب بيراميدز من على سلم الطياره ويقول له انت رايح فين؟ رايح تقابل الاهلي في نهائي الكاس؟ النتيجه ما خلصتش، استناني، تعالى. تعادل 1-1. نلجأ للاشواط الاضافيه الثالث والرابع، الا ان المتعه ما انتهتش. المتعه موجوده. بيراميدز يتخلى عن الحذر الدفاعي ويبدأ يفتح خطوطه ويهاجم الزمالك، فيجيب نتيجه، ويحرز الهدف الثاني لبيراميدز من كوره ميته، رمية تماس من ناحيه اليمين بيلعبها الشيبي يطلعها مدافعين الزمالك. ولكن المره دي بتتغير الاشخاص، ولكن الجمله هي، الكوره هي، كوبي باست. ايه المشكله هنا؟ نعلق عليها بسرعه عشان عايز اوصل لك معلومه. لو عندك اديني باكدها لك، لو مش عندك اديني بضيفها لك. ايه هي المعلومه؟ ان الكوره دي تالت مره بيراميدز يحرز فيها هدف في الزمالك من نفس الجمله. الشيبي رمية تماس طويله جوه منطقه الجزاء، المدافعين يطلعوها على بوز منطقه الجزاء، تترد من وليد الكارتي، مره يقابلها رمضان صبحي يحطها في الجون، النهارده يقابلها فيستون ميلي يحطها في الجون الاولاني، وبعد كده يقابلها مصطفى فتحي يحطها في الجون الثاني. نفس الكوره كوبي باست لثالث مره بيراميدز بيعملها في الزمالك. مره في اول الدوري في الماتش اللي انتهى 2-2، ومره النهارده في الماتش اللي انتهى في الوقت الاصلي 3-3. عملها بيراميدز لتاني مره وثالث مره في تاريخه على نادي الزمالك. وده معناه ان باتشيكو محفظ الفرقه كويس جدا الجمله دي، ودي مش كوره ميته، دي كوره بيراميدز بيستغلها عشان يحرز منها اهداف، زيها زي الكور الثابته، زيها زي الكورنرات، زيها زي كل طرق اللعب باتشيكو بيستغلها علشان ازاي يجيب فيك اهداف. فعلا لو جينا نتكلم على التفاصيل اللي داخل المباراه او التكتيك اللي داخل المباراه بالنسبه لباتشيكو بالنسبه لمعتمد جمال، فاحنا من هنا بنشكر الاثنين. قدموا تكتيك عالي جدا، غيروا طريقه اللعب اكتر من مره، كل مدرب كان عنده من الجرأه والشجاعه واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب اللي ساعده ان هو يوصل بيه للشكل اللي طلع بيه النهارده. ده النهارده لو استمر من الفرقتين دول هيكون مكانهم في حته تانية في افريقيا، في حته تانية في البطولات اللي هم فيها، سواء على الكونفدراليه بالنسبه للزمالك او سواء بالنسبه لدوري ابطال افريقيا بالنسبه لنادي بيراميدز. تنتهي النتيجه 2-2 في الشوط الثالث، ونبدا الشوط الرابع الاضافي. يضغط بيراميدز علشان يحرز الهدف الثالث عن طريق محمد حمدي من كره عرضيه من ناحيه اليمين من كريم حافظ. مش رميه تماس بقى المره دي، هي كره عرضيه بيقابلها محمد حمدي اللي تخلى عن تواجده في ناحيه المدافع الايسر لتواجده وان هو يدخل جوه منطقه الجزاء علشان يعوض النقص العددي اللي بيراميدز بيلعب بيه. الحكايه انتهت. لكن لحد هنا الزمالك بيرد من ضربه ركنيه بيلعبها احمد سيد زيزو عرضيه، يقابلها ناصر منسي من الدور ال 15 ومن اعلى نقطه في البرج علشان يحجز الهدف الثالث على يمين الشناوي. ويقول لك الحكايه ما انتهتش، ده لسه الحكايه فيها كلام وكلام. الماتش فيه كميه فرص ضائعه كلها اهداف شبه مؤكده. كلها اهداف شبه مؤكده.
كميه فرص ضائعه كلها اهداف. مصطفى فتحي ضيع، دونجا شاط وضيع، اشرف جوقا شاط وضيع، احمد زيزو ضيع، كله ضيع. ولكن التفاصيل اللي في الماتش كتير جدا جدا جدا، يعني لو قعدنا اتكلمنا عنها هناخد وقت، يعني تقريبا احنا ممكن ناخد ساعه كلام عن الماتش لوحدنا. لعب متواصل واداء رجولي. عايز اخص بالذكر واشكر لاعبين معينين. عايز اشكر سامسون اكينولا على الهدف اللي هو قدر يحرزه النهارده من جمله جميله جدا ومن 1 2 اتلعب بشكل جميل جدا. عايز اشكره ان هو كان على قدر المسؤوليه ان هو قدر ينزل ويلعب مباراه وهو بقاله كتير جدا اكتر من سنه قاعد على الدكه ما بيلعبش. عايز اشكره ان وقت ما تم النداء عليه لبى النداء وكان على قد المسؤوليه في ماتش كبير زي ده بيقابل فريق مبني وبادئ كبير. اكينولا بصراحه عمل اللي عليه. عايز اشكر دونجا اللي النهارده كان اروع ولا اجمل ولا اسهل من كده اللي عمله دونجا النهارده، برغم ان احنا اتكلمنا عليه كتير في الميسد باص واتكلمنا عليه كتير في كور كتير ما كانش موفق فيها. النهارده كان دونجا على قدر المسؤوليه وما خرجوش من الملعب وما حرمناش من عرقه وتعبه النهارده غير الاصابه. عايز اشكر حمزه المسلوسي ان كان منقذ بشكل بارع في كوره وكانت راحه هدف غلط فيها حسام عبد المجيد. فاجئت ان حسام عبد المجيد مش فايتر وبيقاتل علشان يروح يقطع الكوره، الا ان لقيت حمزه المسلوسي هو اللي عامل تغطيه قدام فاستو مايلي وقاطع الكوره بتاكل ولا اروع ولا اجمل. فيستاهل حمزه المسلوسي لقب مقاتل، لقب لاعب راجل. الزمالك عايز الرجاله دي، الزمالك عايز المقاتلين دول، الزمالك عايز الناس اللي بتلعب وما بتبخلش بنقطه عرق منها على نادي الزمالك ولا بتبخل في ارضيه الملعب من مجهود. حسام عبد المجيد كان كسول جدا. حسام عبد المجيد كان شخص سيء جدا في التغطيه دي. انت غلطت في كوره كمل قاتل عليها، ما تسيبش اللعيب رايح مرتاح. يعني لولا وجود حمزه المسلوسي ما كانش لعيب فاستو ميلي دوت ضيع الكوره، كان زمانها احرزت هدف وكان الزمالك يا عالم قدر يرجع او ما يرجعش، كانت اتغيرت احداث ونتيجه المباراه بالكامل يعني. فده تكاسل رهيب جدا. بالرغم من ان احنا بنشيد بحمزه المسلوسي في الكوره دي، ولكن برضه بيعاب عليه ان هو النهارده في خاصه في الشوط الاولاني كان بيطلع كوره كتير جدا كلها مصد باص. حمزه المسلوسي مشكلته في نادي الزمالك المصد باص، بيطلع الكوره مش بعقلانيه، ما بيهداش وما بيرساش، هو بيطلع وخلاص. فدايما عنده المصد باص كتير جدا ودي مشكله حمزه المسلوسي. يعني يا ريت لو معتمد جمال كمل على راس الجهاز الفني لنادي الزمالك او كمل كمساعد، اشتغل مع حمزه المسلوسي لوحده ازاي يرسى ويهدى ويطلع الكره بعقل. ما تخافش، انت لعيب كبير ولعيب عندك هدوء اعصاب بدليل لعبك لضربه الجزاء. فبالله عليك اهدى، طلع الكره كويس، هيبقى عندك احسن من كده. انت مدافع، سواء بتلعب كمدافع صريح ستوبر او بتلعب ناحيه اليمين، انت في الاثنين بتأدي كويس. بيعاب على حمزه المسلوسي المسد باص جاست هيك. نرجع علشان نشكر عواد جوه المباراه انقذ الزمالك من هدفين محققين. بالرغم من دخول 3 اهداف في مرمى عواد الا ان انقذ الزمالك من هدفين محققين داخل اجواء المباراه داخل ال 120 دقيقه. لا، عواد لم يكتفي بذلك، عواد اراد ان يكون بطل ونجم المباراه. لو جينا ندور على مان اوف ذا ماتش، ولو جينا ندور على مين بطل المباراه، ولو جينا ندور على مين نجم اللقاء النهارده سواء من نادي الزمالك او سواء من نادي بيراميدز على مدار ال 120 دقيقه، مش هتلاقي حد. كلهم يستاهلوا لقب مان اوف ذا ماتش حقيقي. ولكن ينتزعوا عواد من خلال تصديه لاخر ضربتين جزاء، الضربه الرابعه والضربه الخامسه بالنسبه لبيراميدز، ومسك ضربتين جزاء على التوالي كده. نقدر نشوف مين الناس اللي لعبت ضربات الجزاء من الزمالك او من بيراميدز. كان الزمالك هو اللي بادئ الشوط او بادئ الترجيح في ضربات الجزاء، كان الزمالك هو اللي بادئ انه يشوط ضربات جزاء. بدا المسلوسي واحرز، جه بعد منه محمد اشرف جوقا وحطها كويس جدا على يمين الشناوي اللي راح في زاويه عكسيه شمال ولكنها تصطدم بالقائم وترجع. مضيع ضربه الجزاء الثانيه. يجي بعد كده عبد الله جمعه اللي بنشكره على ثباته الانفعالي النهارده ونزوله المباراه ويأدي برضه بعد ما جه من على الدكه مركون بقاله سنه وزياده، ويلعب ضربات الجزاء ويكون عنده هدوء اعصاب ان هو يحطها بالشكل الجميل دوت. يجي رابع واحد ناصر منسي وبيحط علشان ياكد ان هو كان نجم في الوقت اللي هو نزل فيه، قدر يعمل اسيست، قدر يجيب جون، قدر يحط ضربه جزاء في ضربات الترجيح. ليختم ضربات الجزاء مع احمد سيد زيزو اللي بيحط الضربه الخامسه وبيتاهل بيها الزمالك للنهائي ليقابل النادي الاهلي. على مستوى النادي بيراميدز شاط 5 ضربات جزاء،
بدأ عبد الله السعيد طبعا كابتن الفرقه ونجم المباراه، اللي برضه لازم نشكره على انه عنده 38 سنه، نشكره على انه لعب 120 دقيقه، نشكره على الاداء والجمال والطعامه اللي لعب بيها، اللي كان واخد الجانب الايسر من الملعب، وكان بيدافع وبيأدي دور دفاعي زي الدور الهجومي بالظبط، اللي كان بيلعب في نص الملعب وبينقل الكره من اليمين للشمال بشكل ممتاز. فعبد الله السعيد النهارده بيقدم 120 دقيقه وبيلعب معاك ضربات جزاء. عبد الله السعيد بيقول لك مش بالسن، بالاداء اللي في الملعب، بالرجوله اللي في الملعب، بالعرق اللي في الملعب. شابول عبد الله السعيد، شابول الاداء اللي هو قدمه النهارده جدا، بل شابول كل نادي بيراميدز من اول الجهاز الفني لحد اقل واحد فيهم سنا. عملوا مباراه ولا اروع ولا اجمل من المباراه دي بصراحه اللي عملوها قدام نادي الزمالك. شاط عبد الله السعيد اول ضربه جزاء حطها، رمضان صبحي حطها، كريم حافظ شاط الثالثه حطها، ليجي احمد سامي يحطها على يمين عواد الرابعه يصدها، ويجي مصطفى فتحي يشوط الخمسه على شمال عواد المرادي، وبرضه عواد يتالق ويصدها علشان يأهل ويطبب كفه ويرجح كفه الزمالك ان هو اللي يوصل للنهائي قدام النادي الاهلي. المباراه اتكلمنا فيها عن احداث واتكلمنا فيها عن حاجات مميزه، زي اداء اللاعبين، زي الوقت اللي لعبوه ال 120 دقيقه، زي عبد الله السعيد اللي قضى 120 دقيقه في السن ده، زي عبد الله جمعه وسامسون اكينونا اللي رجعوا من على الدكه، راجعين من اوضه الفيران عشان يلعبوا ماتش النهارده ويكونوا على قدر المسؤوليه، والاثنين عملوا اللي عليهم. حقيقي الفرقه في الزمالك او الفرقه في بيراميدز قدموا مباراه ممتازه جدا. انت مش قادر تتكلم عن التفاصيل اللي جواها، او مش قادر تتكلم عن طريقه اللعب، او مش قادر تحكي التغييرات من الجمال والروعه. واتقالت من الكابتن ابراهيم فايق في الاستوديو التحليلي ان المعلق تعب، المحللين تعبوا، اللاعبين تعبوا، الناس كلها تعبت جدا 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 جدا، مش من ال 120 دقيقه ولا ال 130 دقيقه اللي لعبوها بالوقت الضايع، ولا ال 10 دقائق اللي لعبوا فيها ضربات جزاء، لا، من الحلاوه والجمال ان هجمه هنا بتضيع، هجمه هنا بترد بتضيع، هجمه هنا بتيجي جون 3 4 دقائق تبص تلاقي الزمالك بيتعادل. 3 مرات بيراميدز اتقدم، 3 مرات الزمالك بيتعادل، 3 4 دقائق الزمالك بيتعادل، باستثناء الوقت الاصلي اللي الزمالك جاب فيه بيراميدز من على سلم الطياره وقال له تعالى انت رايح فين؟ انا اللي معايا التاشيره مش انت. مبروك للزمالك، هارد لك لبيراميدز، وشكرا لكم لمتابعه قناه فوت بعد الماتش. وما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب، ولو عندك حاجه عايز نضيفها في المحتوى من فضلك قول لي عليها وانا تحت امرك، هنشتغل عليها ان شاء الله ونقدمها لك في المحتوى من خلال قناه فوت بعد الماتش. السلام عليكم.